سيدنا جبريل خبط على سيدنا محمد في نص الليل، قال له: يا محمد استعد فأنت ضيف الله هذه الليلة. سيدنا محمد لبس أحسن حاجة عنده وخرج مع سيدنا جبريل. أول ما سيدنا محمد خرج شاف كائن غريب واقف مستنيهم قدام البيت. الكائن ده اسمه البراق، كائن شبه الحصان لكن عنده جناحات بيطير بيها. البراق أول ما شاف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نزل راسه احتراما وتعظيما للنبي. سيدنا جبريل قال لسيدنا محمد: اركب على البراق يا محمد. وركب سيدنا جبريل وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم البراق، وانطلق بيهم البراق للمسجد الأقصى. البراق طاير في السماء بسرعة البرق، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في السماء شم ريحة جميلة فسأل سيدنا جبريل عليها. فسيدنا جبريل قال للنبي: ده قبر ماشطة بنت فرعون. وبعد كده وصل البراق بسيدنا محمد وسيدنا جبريل عند المسجد الأقصى. أول ما وصلوا سيدنا محمد ربط البراق في حائط البراق عند المسجد الأقصى، ودخلوا المسجد الأقصى. لكن كانت في حاجة غريبة جدا،